يا مساء الخير أو يا صباح الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا على تفاعلكم الجميل جدا جدا والداعم ليا على اخر فيديو. شوفوا بقى، انا مدلعاكم، نزلت لكم فيديوهين ورا بعض وفيديو اهو كمان، فمفيش ما حدش له حاجه. المهم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وشكرا جدا على ان الموضوع بتاع المرة اللي فاتت عجبكم جدا وان انا اتكلمت فيه. يعني ما كنتش عاملة حسابي ان انا يعني اتكلم في الموضوع ده، بس والله هو بصوا جه يعني ايه بالصدفة يعني هو جه معايا كده الصراحة. انا ما كنتش عارفة، يعني اوقات كتير ما بكونش عارفة انا هتكلم في ايه، فالصراحة بلاقي نفسي دماغي كده ورحت في موضوع، وفعلا يعني هي بتيجي كده بالصدفة. انا برضو كل مرة اقول لكم اسفة على الاصوات اللي تكون جنبي، لان ايه، بصوا والله العظيم بتكون ساكتة خالص اول ما ببدأ اسجل. بحس ان هي قصده ترخم عليا عشان عارفة ان انا هتضايق وكده، فبحس ان هي بتعاندني، فمش مشكلة، اعمل ايه بقى. المهم، الفيديو بتاعي النهاردة ان شاء الله هيكون نشاط، يعني هيبقى شحنة نشاط قوية جدا، فيا رب يا رب يكون عاجبكم. انا كنت عاوزة اغير ملاية السرير، غيرتها. انا الملاية دي يا جماعة بحبها قوي قوي. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان فيها استك، فالاستك بيثبت جدا في المرتبة، لان انا ما عنديش كفر. فطبعا الملاية دي ففيها استك، فتلاقيها طول الوقت ثابتة يعني في قلب على المرتبة. يا لو كل المراتب، قصدي لو كل الملايات تبقى بالشكل ده. وكمان بحبها لان هي شيك جدا ورقيقة كده، فانا حباها قوي. يعني دي من الحاجات، الملايات المحببة الى قلبي، اللي انا بحب افرشها دايما، مع اني مش بفرشها كتير قوي، بس يعني عشان برضو بيضة في الابيض. دايما هي مش بيضة بيضة، لا هي من النوع هي لونها اوف وايت، فانا بحبها جدا. ودايما ايه، كل فترة وفترة احب اغيرها. انا من الناس اللي دايما بغير الملايات على طول واول باول، لان يا جماعة الملاية مش عارفة، يعني بحس ان هي لو اتوسخت مش بسهولة قوي وبيطلع منها الوساخة، او مثلا لو في بقعة برضو بتبقى نفس النظام. فانا دايما الملايات بالذات بحب اغيرها اول باول. وانا عموما عموما من النوع اللي بحب اغير الملايات على طول. يعني ما بحبش ان هي اسيبها فترة، لا اللي هي دايما بحب ان هي ايدي تكون فيها. بحس اصلا اول ما بغير الملاية بحس ان الاوضة كلها رقت، حتى لو مروقتش لسه وخلصت الباقي، لا بحس ان الاوضه كلها رقت. بعد ما خلصت بقى كان في شويه ايه، مثلا هدوم عاوزه تتعلق. طبعا الغسيل لابد منه. كان عندي غسيل غسلته، علقت، كنت على فكره كنت ناقعه غسيل ابيض من بالليل. فاكرين بقى اللي انا كنت قايله لكم عليه؟ كان في كده كنت انا رحت اشتري بطاس من عند الراجل، فانا كنت قايله لكم ان هو اداني حاجه بديله كده، حاجه سائل كده احطها. كنت اول مره اجربها يا جماعه، البتاع ده معفن قوي، والله العظيم معفن جدا، ولا عمل لي اي حاجه في الهدوم. بالعكس، انا لما حطيته على الهدوم لقيت ان هو، انا حطيته في ميه النقع، حسيت ان الهدوم مقرحه. فانا قلت مستحيل احطه تاني، انا كنت عاوزه اخلصه وخلاص. فطبعا جبت بطاس. البطاس اكتر حاجه توصلت لها للهدوم هي البطاس. بحطه في ميه النقع، تكون الميه سخنه قوي قوي او مغليه، او سخنه جدا واصله مثلا لدرجه الغليان شويه. ف فده ف... فانا بحطهم انقعهم قبليها بيوم. بصحى احط الدوره في الغسيل، بتكون بقى نقعه في بطاس. البطاس يعني ايه، من افضل الحاجات اللي تخلي الابيض يعني ناصع البيض. جربت مثلا الكلور الابيض، طبعا قبل المقاطعه كنت بستخدمه، بحس ما كانش بيعمل حاجه. وعلى فكرة في ناس كتير بيقولوا بيصفر الهدوم، بالعكس ما يعني مش بيعملها، لا بيصفرها، ممكن يكون للبقع مثلا. بس انا يعني انا بقول لكم تجربتي للابيض. عاوزة تخلي الابيض عندك كويس وناصع جدا، في مية سخنة قوي قوي. انا بجيب مية سخنة قوي قوي من السخان،
وبعدين احطها في اللي هي في اللي هي بقى على حسب ما بتحطي بتنقعي فين، جردل او بستله او حسب ما انت كل واحده بقى وهي حره. وبعدين احط البطاطس ادوبه شويه، وبعدين عاوزه تحطي خل حطي، ما تحطي مش عاوزه ما تحطيش. على فكره بحس ان الخل يعني ما بيأثرش فيه. وممكن تحطي بقى ايه شويه من البرسيل، حاجه شويه صغيرين، اذا كان بقى برسيل اوتوماتيك او برسيل عادي على حسب ما انت عايزه. بس هو ده بس. وبعدين بسيبه بقى اتنقع ليلة كاملة، وبعدين اصحى الصبح اروح حاطه دورة الغسيل، بيتغسل بيطلع تمام قوي يعني. هنا بقى كنت ما كنتش فطرت، كنت صاحيه ماليش نفس، بس كنت عملت لي مج نسكافيه وقعدت لي كده على السرير ساعه اقلب في الموبايل لحد ما شربت النسكافيه. وبعدين بقى ايه جيت كده بقى وبدات على طول، جيت بقى ايه كنت هبطت خالص وكنت فعلا جعت. الكلام ده على فكره كان العصر، فقلت اما اعمل لي ايه سندوتشين كده. كان عندي كبده اللي انا كنت عاملاها معاكم، على فكره الكبده دي عملت كبده غيرها واحدة تانية عشان انا عندي ما فيش حد بيحب التوم، فعملت شوحت كبدة بلية. فكانت عندي كده، فعملت سندوتشين وعملت لي اللي هي حاجة ساقعة سمرة مش بيبسي، لا هي بيج تقريبا، مش فاكرة كانت بيج تقريبا. ف وروقت على نفسي على حالي كده. حسيت يعني يعني لما عملت كده وحطيت اللي هو البيبس ده، حسيت ان هو ايه حسيت ان نفسيتي والله اتظبطت جدا. حسيت ان انا قدرت نفسي. يعني عارفين انا كلمتكم في الموضوع ده قبل كده، ان انتي قدري نفسك، ما تستنيش حد يقدرك، لا قدري نفسك. حاجات بسيطة هتبسطك وهتسعدك جدا. انا لما خدت فاصل كده وعملت السندوتشين مع البيبس، فالصراحة حسيت ان انا اتبسطت جدا. هنا بقى كان في شوية نسكافيه، فبنتي كانت دلقاهم، فطبعا كانوا عاملين زي ما انتم شايفين. فمسكتهم طبعا بالخلطة بتاعتي السريعة، مسكت ايه نضفتها كويس جدا. والأوضة يعني ما كانتش مكركبة قوي، هي كانت فعلا محتاجة تتلمع. هو عموما الأوضة عندي الدولاب عاوز يتظبط، الدولاب متبهدل جدا، فعاوز الهدوم اللي فيه تتظبط، يتطبق تاني ويترص من أوله من جديد. عاوزة برضو اللي هو المنظم بتاع الملايات عاوز يتنظم برضو. وعندي الدولاب عاوز يتلمع، وعندي الشباك عاوز يتنضف، فده كله هعمله لكم فيديو لوحده. بس انا كان عاوزة بس هنا يعني لمعت كده اللي هو الشوفونيرة، آه الشوفونيرة بالتسريحة بالكومودينو وغيرت الملاية وهكنس بس الأرضية. ده اللي عملته في الأوضة بس. وهلمع برضو باب الأوضة هلمعه. أنا من الناس اللي يعني بصوا البيبان لو فيها لحوسة أو أي حاجة طبعا مطرح الإيد وكده، فبحس إن هي بتستفزني جدا. فانا بحب ان انا بلمع البيبان على طول، البيبان لازم المعها على طول. حتى عندي مثلا بنتي مطرح ما تمشي ممكن ايدها تلحوس حيطه، ممكن مش عارفه ايه، برضو نفس النظام بروح مسحه بالخلطه اللي انا برضو الخلطه السريعه دي اللي هو مسمياها للتنظيف السريع، برضو برش عليها وبمسح. يعني يعني الموضوع ده مساعدني جدا. الحاجات دي بعملها اول باول، ما بركنهاش على نفسي. ليه؟ لان انا اكتر حاجه بتستفزني اللحوسه. يعني حد يكون مثلا بنتي طبعا هي طفله، فتلاقيها ايديها بايظه من حاجه، فممكن تسند على الحيطه. ممكن مثلا انتوا عارفين الاطفال يعني فبيلحوسوا بسرعه جدا. فطبعا وانا عندي شقتي فواتح، فكل حاجة بتظهر يعني اللحوسة بتظهر جامد وبتظهر يعني بتبقى باينة قوي يعني، فاهميني؟ بتبقى باينة قوي. فانا يعني الحاجات دي اول باول بعملها. على فكرة انا دلوقتي يعني بسجل لكم متأخر، ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم ممكن على الصبح بدري. مش عارفة الساعة كام، بس انا ايه يعني بسجل لكم متأخر وكده، وعملت لي ايس كوفي وقاعدة كده في التكييف فروقان. شايفين زي ما بقول لكم كده، ده كله على فكرة بسبب
مطرح بنتي مبهدله لي الحيطان، فانا ايه. وطبعا الوزره دايما برضو بعملها، دايما بعملها بالطريقه دي. بتريحني جدا الوزره برضو. بحسها ان هي مستفزه لو عليها اي ترابه، لا بحب اعملها اول باول برضو على طول. المهم انتوا بقى عاملين ايه؟ وانتوا شفتوا الترند بتاعت البنت وحماتها بيقولوا ان الحما راحت اتنازلت عن البنت. بجد يا جماعة، جدة الطفلة او ام البنت اللي ضربت حماتها يعني، كانت طالعة في فيديو. انا حقيقي يعني مش يعني بصوا، انا قلبي كان بيعيط على بنتهم الصغيرة. البنت الصغيرة يا عيني عندها القلب. فبتقول يعني البت ممنوع عنها ان هي تعيط وان هي يجيلها زغطة. فالطفلة عمالة تعيط وعاوزة ترضع. وجدتها راحت الفجر ليه القسم عشان يدخلوا البنت ترضع من مامتها. القلب الجاحد منعوا البنت من زيارة امها ترضع. البنت عاوزة ترضع من مامتها. انا مش عارفة بجد. كله عند ربنا، بجد كله عند ربنا. واي حد بيعمل خير ومتساهل، والله العظيم ربنا بيسهل امور له كتير. يعني يا جماعة سهلوا على بعض، مفيش حاجة مستاهلة. واحدة هي وحماتها ايه؟ يعني مثلا هي طفلة هتخش ترضع من مامتها، ايه الضرر؟ ليه البني ادم ما يبقاش انساني كده ويتعامل بانسانية؟ يلا حسبي الله ونعم الوكيل بجد. وعموما يا جماعة، عموما سيبكوا بقى من الترند اللي طالع ده كله. هو كل حاجة ربنا بيبقى اللي شايفها، كل حاجة ربنا المطلع عليها. إذا كانت الأفعال، الأقوال، النيات، ربنا هو اللي عالم بكل حاجة. والله العظيم هو ربنا اللي بيخلص، والزمن بيدور وكل حاجة. المهم بقى جيت على المنطقة ديت كانت محتاجة ان هي تتنضف تنظيفة عميقة، يعني تنظيفة محترمة، لان المنطقة دي انا اهملت فيها قوي. كان محتاج ان هو عندي مراية محتاجة تتلمع، عندي الفريزر كان محتاج يتمسح كويس عشان متلحوس ومتطرب. عندي الحمام، ازاز الحمام عاوز برضو يتلمع. وكان المنطقة دي كلها انا عملت كده، شفطت بالمكنسة وهمسك اشيل الفرش وهمسك ايه يعني هنضفها، همرش المنطقة دي يعني، همسكها يعني هظبطها على الاخر. يعني الفرشة ديت يا جماعة اللي هي بريش دي عاوزة اللي هي تتكنس، يعني كنس اللي هو عارفين اللي هو تحبي تكوني مهتمية بيها قوي. يعني هو يعني اسلم حل ليها تكون تشفطيها شفط قوي. انا عندي بقى المكنسة محتاجة على فكرة تتفضى، الكيس بتاعي يتغسل. لان هي يعني انا بحس ان المكنسة عاوزة تتفضى لما من تقلها وانا شايلها او بسحبها بحس ان هي تقيلة، وبحس ان الشفط بتاعها قل شوية، فانا بعرف ان هي خلاص محتاجة ان هي تتفتح والزبالة اللي فيها تخرج وتتنفض كويس. وانا بحب امسحها، قصدي اغسلها. لما بتتغسل بتنضف معايا كويس جدا. شايفين انا كانت متطرب، وده معلش يا جماعة غصب عني كان متطرب بالشكل ده. انا المنطقة دي كل يوم عمالة اجلها اقول بكرة 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 بكرة، لحد ما قلت لا خلاص هي ما ينفعش تستنى عن كده. لازم اعملها بالشكل ده. انا بقى سطح الفريزر ده عملته باللي هي التنظيف السريع بس. الباقي بقى بتاعه بعمله بملمع الازاز. هو افضل حاجة ملمع الازاز ليها حقيقي، بيخليها نظيفة جدا، ويعني خلاص بيلمعها. وكمان انا هعمل المراية، هعمل المرايتين بتاعة الحمام اللي هي بتاعة الباب، والمراية التانية ديت، بس انا ما صورتهاش معاكم يعني، فقلت مش مشكلة. هجيب بقى هنضف برضو، عندي الوزرة كانت متطربة، فهجيب بقى ايه هدلق مية على الوزرة. طبعا الرغاوي دي من ناس كده بتحب الفقرات
المحببة ليهم فترة الرغاوي دي. انا برضو من الناس اللي بحب كده ارغي، بحس ان انا فعلا مسحت لما ادلق في الارض مية كده وافضل احك فيها كده بالفرشة وامسحها كده، بحس فعلا ان الارض، بحس ان انا مسحت حقيقي يعني. هو المسيح بالشكل ده هو بيغسلني من جوه، بحس ان انا فعلا نضفت مهما مسحت بالشرشوبة او بالموب. لا يعني دي اكتر طريقة محببة لقلبي، وبحس فعلا ان انا خلاص ان انا فعلا نضفت. وعلى فكرة انا نضفت برضو الحمام، بس كنت نضفته تنظيفة حلوة، بس ما صورتوش معاكم لاني مش عاوزة الفيديو يطول معاكم ويبقى طويل يعني، عشان ايه ما تزهقوش. لو تلاحظوا برضو ان انا بقالي كذا فيديو بطول الفيديو معاكم، مش عارفة ليه. هو بقى ما تعرفوش، يمكن بقى حبا فيكم ان انا بقيت اطول الفيديوهات، بس لو تاخدوا بالكم ان انا بقالي ايه فترة مطولة بطول الفيديوهات 20 دقيقة او 18 دقيقة او 22 دقيقة مدلعاكم، مرة كان 24 دقيقة برضو مدلعاكم على الاخر. اليوم ده انا كنت صحيت متأخر، كنت صاحية الظهر، لاني نمت متأخر جامد، نمت الساعة 5:30. كان بقالي كام يوم ما صليتش الفجر حاضر، والموضوع ده كان مضايقني جدا لان انا بواظب يعني، قصدي بظبط نوم مع يعني ميعاد نوم بنتي. فطبعا لما بنيمها مثلا، يعني مش بنيمها بدري قوي، يعني انا بنيمها 12، ممكن تنام واحدة ونص، مش بدري قوي، بس هي بقى ايه يعني بتصحى برضو بدري. فطبعا ده لما بنام معاها علشان يعني ايه بنام بقى جنبها، فطبعا ما بقدرش اصحى للفجر خالص، ما بقدرش اصحى للفجر خالص. اسفه ان الاتصال يجي وكده، فده حاجه مضايقاني جدا. ف فانا بقى المره دي فضلت صاحيه ل5:30، قلت لا انا عاوزه اصلي الفجر حاضر، وانا حابه اصلا اصلي الفجر حاضر. حتى والله العظيم لما صليت الفجر حاضر كده، حاسه وانا نايمه طول الوقت نفسيا كده ايه مرتاحه. اليومين اللي انا ما صليتش فيهم الفجر حاضر كنت نفسيا مخنوقه جدا من نفسي ان انا ما صليتهمش ايه حاضر وكده. فانا صحيت حتى الحمد لله، يعني انجزت حاجات كتير فالحمد لله. هنا بقى جبت الموب كان فيه بقى ايه شويه ميه كده، فحاولت اشيلهم ايه بالموب كده، وخلاص كده يعتبر خلصت المنطقه دي وهفرشها. شايفين بقت حقيقي بتلمع، وبقت يعني ايه. انا في الارض بستخدم اللي هي اوكسي وبريكس، هم دول اللي معتمداهم، وهم دول اللي فعلا بيخلوا لي الارض بتلمع، ما بيغيروش في الارض و... وبيخلوا ريحه. يعني انا من ساعه ما بقيت استخدم بريكس بقيتش احط معطر في قلب الميه خالص. هنا بقى دخلت على البلكونه كانت محتاجه تتكنس فكنستها. عندي بقى في التكييف يا جماعه الحمام عامل لي عشه، فانا مش عارفه اشيلها ازاي، وخايفه جدا جدا اشيلها بجد، والله انا خايفه جدا جدا ان انا اشيلها. فانا مش عارفه، قولوا لي فكره ان انا اشيلها ازاي. لان لو تاخدوا بالكم ان في اللي هي من العشه بتاعتها اللي هو اللي هي جايباه ده واقع على الارض، فانا مش عارفه اعمل ايه. انا شفتها فانا خفت حقيقي، فمرضتش اجي جنبها فكنست كده. ودخلت بقى كانت دورة الغسيل خلصت الحمد لله، فروحت بقى ايه نشرت بقى الغسيل اللي ما بيخلصش. فانا بقول لكم غسيل محتاج يتنشر، وغسيل محتاج يتلم، وغسيل محتاج يتطبق، وده كل يوم عامل بالظبط زي المواعين والغسيل دول حاجتين يعني يعتبر يوميا لازم يعدوا عليكي كده. كنت نسيت الايس كوفي بتاعي. لو تاخدوا بالكم الابيض ده يعني الابيض رجع يبقى كويس تاني. المره اللي فاتت وانا حقيقي بنشر كنت زعلانه جدا لان كان الابيض ما كانش ناصع خالص، وكنت حاساه مقرح جدا، فكنت متضايقه قوي. فلما رجعت جبت البطاطس تاني، حسيت لا اللي هي بقى خلاص ظبطت يعني الحمد لله. وهقول لكم تاني ما تنسوش، لا من تاني انا ما قلتلكوش اولاني، ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك بيفرق جدا.
وتفاعلكم عموما بيفرق معايا جدا، وكلامكم الحلو حقيقي بصراحة والداعم. على كلامكم فكرة حلو انا جدا. اوقات كتير بكون مكسلة اقوم بجد مش اصور عارفة فيديو. اقول ايه عليه، اللي انا اول ما بشوفه بحس ان انا مبسوطة قوي، فبشجع وبقوم اصور، وببقى بجد ببقى نفسي كده اصور لكم كل يوم وانزل لكم. انا مش بعمل حاجة خزعبلية ليا يعني، بحب الحاجة اللي انا بعملها اشاركها معاكم، والحاجة دي بسطاني. اي حاجة بقى بحب ان انا اشاركها معاكم. المهم يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتفاعلات جديدة برضو على الفيديو ده. يلا باي باي.